السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير وسعادة. طبعا هنعمل مع بعض النهاردة كبات زي ما احنا شفنا عنوان الفيديو، وهقول لكم المقادير وهنزلها لكم على الشاشة حالا. هنقول مع بعض المقادير وندخل على طول نشوف دنيتنا ايه. هنعمل ايه؟ هنحط 2 بيض و2 ظرف فانيليا، كوباية من الدقيق، نص كوباية من النشا، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة من محسن الجل، ونص كوباية من السكر. تمام. وهنضيف كمان نص كوباية من المية الساقعة المتلجة، وهنشوف القوام بتاعها هيبقى عامل ازاي. طبعا احب اقول للاعداد ينزل لنا المقادير ويكتبها على الشاشة. عيب عليكم، ده انا بقيت صافي يعني احنا دلوقتي في كمان يعني في اعدادات وفي تصوير وفي كاميرا وفي برنامج، ده احنا الموضوع كبير. صلوا على رسول الله. طبعا بهزر معاكم. وطبعا كده مكملين بقى، هنفضل نضرب جامد جامد لحد ما نشوف القوام الجميل بتاعنا. عايزه اقول لكم الطريقه دي ممتازه، وانا عملتها في كذا حاجه قبل كده، لكن حبيت ان انا يعني اركز قوي في موضوع المقادير والطريقه دي لانها بجد حلوه جدا. ونزلت كمان بشوية من المية، يعني خدت معايا حوالي كوباية الا ربع مية. بس احب اقولك الرجاء ان انت يعني هي نص كوباية، وسيبي المضرب شغال بقى، لو عندك عجان سيبيه شغال مع نفسه. احب اذكرك دايما انك تذكري الله، وما تنسيش حط اللايك الحلو بتاعك. شجعوني بقى يا جماعة، ده احنا المصنع بتاعنا دلوقتي، يعني احنا دلوقتي اشتغلنا وقلنا يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، الدنيا بقت حلوة بسم الله ما شاء الله. ربنا يكرم الجميع يا رب العالمين. دعوة حلوة كده منكم. لكم ولنا بالمثل ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بصوا بقى القوام عامل ازاي، وبجد ما شاء الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم الخامات بقت عالية قوي في العلالي، يعني يلا ربنا بقى يرزق الجميع يا رب، ويعدي الايام دي على خير ان شاء الله. الكوبايات بقى ديت بتدخل الفرن، وبصوا عايزه اقول لكم ممتازه فوق الممتازه. الكوبايات دي حلوه قوي قوي قوي، وهتلاقوها رخيصه جدا. يعني دي بتاعه القهوه، انت ممكن تجيب الاكبر شويه. دي بتاعه القهوه يعني حوالي 30 او 35 واحده ب15 جنيه، يعني رخيصه جدا جدا. هنا بقى بدأت احط كده في كل كوباية، احط ايه نص الكوباية بس، عشان طبعا لسه الكيك هيرتفع معايا في الفرن. وطبعا انا مشغلة الفرن من قبل ما ابتدي خالص، لازم يكون سخن زي ما احنا عارفين. الكوبايات دي اوعي تحطيها على الشبكة على طول، لازم تحطيها في الصينية الاول. هنا معايا كوباية من كريم شانتيه ومعلقتين من السكر العادي، معلقتين كبار. وهبتدي بقى انزل بالمية الساقعة، الساقعة قوي، يعني يكون تلج كده. دايما خلي عندك ازازه كده في الفريزر لاحتياجاتك. طبعا لو انت بتستخدمي بقى بتعملي كريم شانتيه على طول، بتعملي كيكات، بتعملي الحاجات دي كلها، لازم تخلي حاجه عندك في التلاجة احتياطي لاي وقت. حاجات كده صغيرة بعملها وبقولك عليها ممكن تفيدك، يعني انت كمان اكتبي لي في الكومنتات لو في حاجة بتعمليها وانا طبعا يعني اكيد مش عارفاها مثلا، فبتكتبي لي في الكومنتات برضو، كلنا بنفيد بعض. ربنا يكرمكم ويكرمنا يا رب العالمين. بصوا هنا انا بستخدم كريمة المتحدة، جميلة جدا جدا، وبصوا عاملة معايا ازاي. وبصوا انتوا شايفين الخطوط اللي فيها دي كده، على فكرة ان الكريمة بسم الله ما شاء الله كده قوامها كويس جدا وحلوة قوي. انا بعمل ايه بقى في الوقت ده؟ ممكن ازود حاجة بسيطة جدا، يعني زي ما بيقولوا كده سرسوب من المية، وبحاول ان انا اضرب تاني واشوف القوام بتاعها. ما بحطش ميه كتير عشان ما تبقاش سايله معايا. وكده هضرب الضربه دي وخلاص هتبقى جاهزه معايا، ونكمل باقي الفيديو. تعالوا بقى نزين التزيين بتاعنا البسيط السهل جدا. هنعمل ايه؟ انا هنا عندي الكوبايات بعد ما خرجت من الفرن شلت الوش بتاعها، وبدأت ان انا انزل بكريم شانتيه بالشكل بتاعنا الجميل ده. عايزة تعملي روزيتات كده على الوش مفيش مشكلة، عايزة تعملي وردة كبيرة زي ما انا بعمل كده مفيش اي مشاكل برضو، مش هتقولك لا.
زي ما احنا متعودين لازم طبعا في اي فيديو نذكر الله، يوم الجميل بذكر الله. هنا بقى انا حبيت اعمل تغيير، طبعا عملت بكريمة، عملت بالشوكولاتة وعملت بالفانيليا عشان اغير عن الفيديو اللي قبل كده. الاول كنت عاملة كريمة فانيليا بس، فحبيت ان انا اغير واعمل بالشكل ده. وهنشوف كمان التزيين غير الفيديو اللي قبل ده كمان، عشان لازم يكون في تغيير. احنا يعني المرة اللي فاتت الفيديو بتاع الاوردر اللي قبل دوت كان عشان رأس السنة، كنت عاملة بقى بابا نويل وكده. اللي شاف الفيديو اكيد هيكون عارف. اللي ما شافوش بقى وحابب ان هو يشوفه يشرفني ويشوف الفيديو بتاع رأس السنة. كان اوردر حلو برضو ما شاء الله. وعلى فكرة اتشكر فيه والله من العميل نفسه، صاحب الحاجة قال لي الحاجة جميلة جدا ما شاء الله، والكيكة تحفة وهشة. الكلام ده عن لسانه، وطبعا دي حاجة بيني وبين ربنا ما اقدرش ان انا اتكلم فيها او ازود فيها اي كلام. كده بقى خلاص كنت زينت بقى ايه كله بالكريمة. هبتدي بقى اعمل ايه، هفرد وش الكريمه كده بظهر المعلقه، عشان طبعا زي ما احنا شايفين في كيك كده ظاهر، فهبتدي ان انا اعمله بظهر المعلقه زي ما احنا شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بالشكل ده على فكره جميل جدا جدا، واللي بالشوكولاته حلو قوي برضو، فجربوه حتى لو هتعمليه للبيت حلو جدا. وده الجناش اللي عملناه مع بعض، عايزه اقول لكم رهيب بجد. طعمه تحفه وغني جدا يعني الشوكولاته الكاكاو مع كده تحفه جدا. هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف، او تقدري تشوفيه على القناه. جميل وهيعجبك قوي. والمكونات بتاعته سهله وبسيطه، مش محتاجه حاجات كتير بقى واقول لك حاجات مش موجوده في وحاجات اسفه حاجات موجوده في كل بيت والكلام ده، لا. انت يعني هي فعلا مكوناته في كل بيت، فهتشوفيها هتعجبك قوي كده زي ما احنا شايفين. وهجيب بقى كريسبي وهظبط بقى الدنيا كده وهحط عليه. بس انا حطيت بصراحة الجناش على الكريمة اللي هي الشوكولاتة عشان يبقى كله غني كده بالشوكولاتة. لكن الفانيليا زينته بقى زي ما احنا هنشوف. محتاجة طبعا رأيكم، وتقولوا لي ايه رأيكم في المشروع ده. الناس اللي عاملة المشروع ده بسم الله ما شاء الله عليها، ربنا يكرمها ويزيدها يا رب. هو حلو جدا ما شاء الله، بس محتاج مكان يكون عارف الحاجات ديت ومقدر. يعني مش مثلا حد كل ما هتروحي له يقولك لا دي الحاجة غالية، لا ده السعر ده غالي، لا لا، عايز حد يكون فاهم الحاجة دي بجد. بصوا بقى الجناش بتاعنا تحفة ازاي. انا بقيت على كل كوباية كده معلقة، واحاول بقى ان انا اسويه بالشكل ده. وجبت بقى كريسبي وبقيت اضيف على اللي هو بالشوكولاته ده، بقيت احط عليه كريسبي ابيض وشوكولاته برضو، بس حبيت ان انا اظهر الابيض شويه عشان ما يقفلش معايا الشكل كده. وطبعا زي ما احنا متعودين وعارفين ان العين بتاكل قبل البق، فلازم الحاجة تشوفيها كده بعينيكي تشدك، عشان تقدري ان انتي حتى لو هتجربي وتدوقي بس، تدوقي بس، اوعي تاكلي، انا بقولك تدوقي. ما تنسوش صلي على رسول الله. فريدة بقى عمالة ايه يعني هتكبر بقى وتقول لكم ايه، حطوا اللايك. فانتوا حطوا اللايك على ما هي تكبر كده باذن الله ان شاء الله، وايه وتقول لكم، فاسمعوا كلامي وان شاء الله تسمعوا كلامها برضه. صح يا توتي؟ اهي ايه. عايزه اقول لكم الطريقه سهله جدا جدا
والمقادير دي هعملها لكم في كيكه لوحدها عشان تشوفوا كمان هتطلع معاكم عامله ازاي. بسم الله ما شاء الله، بتكون هشه وحلوه جدا جدا بجد والله، ده مش كلام، دي تحفه تحفه. يعني المقادير دي انا بقيت اعملها على طول عشان انا وزوجي بس يعني، فبتبقى المقادير دي حلوه قوي لينا. طبعا مش الكوبايات دي، الكوبايات دي كتير قوي. ف انا بعمل بقى ايه صينيه كده صغيره مثلا لتورتايه الحاجه، فاعملها معاكم باذن الله وانزل لكم المقادير بتاعتها والكيكه نفسها وهخليكم تشوفوها هشه ازاي. وبس كده وكده اكون خلصت معاكم الفيديو. يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش تدعموني باللايك الحلو بتاعكم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في امان الله. ان شاء الله يكون مشروع سهل وبسيط عليكم تعملوه، بجد حلو جدا جدا، من المشاريع الممتازة، وبجد ربحها حلو قوي. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.